السلام عليكم أميماتي الحنان، خواتاتي الزوينات. كنتمنى تكون أحوالكم طيبة وفي أفضل حال، وكنطلب منكم أنكم تخصوا واحد الدعاء للتلاميذ اللي كيدوزوا دابا الامتحانات الإشهادية بالتوفيق إن شاء الله وبالنجاح. اليوم جيت نعاود لكم واحد القصة. واش من قصة ديال واحد الصديقة، أو بالأحرى واحد اللفعة. شوفوا، راه في هاد الزمان ما بقات الثقة أبدا، بالأخص هاديك الثقة الزايدة بزاف. دايما نديرو نبقي كما كيقولوا. يلا نسمعوا قصتنا. مرحبا بكم. السلام عليكم. أنا سميتي أمال، بنت من مدينة صغيرة. عشت واحد الحياة اللي هي بسيطة بحال بزاف ديال البنات. عمري ما كنت كنبغي المشاكل، وديما كنت كنقلب غير على راحة البال والصحبة الزوينة. ولكن كنت كنخاف بزاف من الغدر، بالاخص من ماما كتبقى تقول لي راه ما بقات ثقه في حتى شي واحد. عندك بنتي ردي البال راسك. كنت كنامن دائما بهذيك المقوله اللي كتقول باللي الصديق الحقيقي هو اللي كيوقف معاك في وقت الشده وعمره ما يغدر بيك. واحد النهار وانا راجعه من ليسي، اتوقفت عليا واحد البنت. قالت لي: يا اختي، واش ما عرفتينيش؟ قلت لها: لا، ولكن في الحقيقة بحال شبهتها لشي واحد، ولكن خفت نكون غالطة. قالت لي: أنا سناء. قلت لها: ياه، سناء المشاغبة. عرفتي ديك الساعة طرنا على بعضياتنا وبقينا كنتعانقوا. قلت لها: اختي، فين مشيتو؟ مالكم درتو ديك القضية ديال اللي بات مصبح؟ شحال قلبنا عليكم وشحال سولنا والو. قالت لي: يا اختي، راه كانوا عندنا شي مشاكل، داكشي علاش اضطرينا اننا نمشيو بلا ما نقولوها لتا شي واحد. ولكن الحمد لله دابا راه تحسنت الاحوال ورجعنا، وراني كنسكن غير في هاد الحومه. بقينا كنتفكروا الذكريات ديال الماضي. هاد صاحبتي سناء كبرت انا وياها، قرينا انا وياها، لدرجه انها ولينا كنعتبروها وحده من افراد العائله. ماما كانت كتبغيها بزاف، كانت دايما كتكون عندنا وتا انا كنت دايما عندهم. المهم سالينا من حوت ديالنا وبقينا كنتفكروا داكشي ديال الماضي. وعرفتها بانها حتى هي راه تسجلت في هاد الثانويه اللي كنقرا فيها. فرحت بزاف وقلت لها: صافي، دابا غنرجعوا لايامات زمان وما كاين غا الضحك والنشاط والتقشاب. قلت لها: شوفي، ضروري باش تمشي معايا للدار باش تشوفك ماما. هذاك الشيء اللي كان مشات معايا، وغير شافتها ماما عرفتها. قلت لها: ماما، والله الا عندك الذاكره قويه. قلت لها: انا رشتها وكاع ما عقلت عليها. قالت لي: يا ماما، نتوما بنات هاد الجيل ما عندكم عقل، الله يدير شي تاويل الخير. سناء بقات كضحك وقالت لها: خالتي، كاع ما تبدلتي. المهم لقات ماما موجده الغدا، تغدينا، ضحكنا، نشطنا. قالت لها: ماما كي دايره؟ ماما كي داير بابا؟ كي دايرين خوت؟ قلت لها: لاباس الحمد لله، وماما راه موحشاك بزاف. قالت لها: قول لها ضروري باش تجي عندي. المهم مشات سناء للدار من بعد ما نعتت عليا. الصباح نضت وطرقتها باش نمشي وانا وياها للمدرسه. المهم شافتني ماماها وتا هي تعرفت عليا. قالت لي: كاع ما تبدلتي، بقيتي هي انتي غير طواليتي. صافي مشينا انا وسناء، والطريق كامله وحنا كنضحكوا وكنعاودوا ذكريات زمان. قالت لي بلي عمرها ما نسات نهار طحت ومشيت للدار وماما بقات كتصلخ فيا وهي كتقول ليها: خالتي، عافاك ما تضربيهاش. ماما كانت من داك النوع الا طحتي عما كتزيد تكمل عليك. المهم جبدنا كاع كما كيقولوا كاع الحاضر والماضي. وبحكم انني كنت دايره شعبه ديال العلوم وهي كانت دايره شعبه ديال الاداب، كاع ما قدرنا اننا يعني نقراو في قسم واحد. ولكن واخا هكاك كان دايما عقلي معها وهي كذلك. كنا غير كنخرجوا
كنتلاقاو حدا الباب، كنبقاو عاوتاني نتعانقوا بحال شحال هادي ما شفنا بعضياتنا. علاقتنا رجعت كتر من الاول، وليت كنعتبرها بحال صاحبتي. حتى ماماها والام ديالي رجعت العلاقه ديالهم حتى هما زوينه. كانوا كيعرضوا على بعضياتهم كل مره وحده عند الاخرى. وتا ماماها كانت امراه طيبه، الله يعمرها دار. كانت كتبغيني وكانت دايما كتنصحني. المهم داز الوقت وتزوجت انا قبل منها. نهار عرسي كانت كتجري هنا ولهيه، كتعاون في التوجاد وكلشي كان كيشكرها. كانوا كيقولوا لي هادي راه اختك، راه ماشي صاحبتك. حتى انا تاثرت بزاف من هادشي اللي دارت معايا، وقلت لراجلي شوف، هادي راها ماشي صاحبتي، هادي راه شي حاجه اكثر من اختي. ولكن بنادم ما كيعرف شنو مخبي ليه الزمان. من بعد الزواج ولدت واحد الوليد. كان سناء كتجي عندي بزاف للدار، وكتجيب بزاف ديال الكادوات واللعاب لولدي. ولكن كل مره كانت كتجي عندي كينوض المشاكل بيني وبين راجلي. كيقول لي واش انا ما غنرتاحش في هاد الدار، واش انا مزوج بيها ولا بيك، اجي نعطيوها احسن شهاده السكنه. حتى عدوزتي من كانت كتجي عندي ما كانش كيعجبها الحال، وكانت كتقول لي شوفي، انا هاد خيطي وبيطي ديال هاد صاحبتك راه ما عاجبنيش، وتا راجلك راه ما عاجبوش الحال وديما تيقولها ليا. شوفي راه غتخرجي على راسك وعلى دارك. واخا كانت كتسمعني هاد الهضره بزاف، كنت كنقول ديما هاد راه سم العديزات. واحد النهار جات عندي وكان راجلي في الدار. جلس هو وياها وبدا كيهضر معاها عادي. فينا هو داك السيد اللي كان دايما كيتشكى ليا منها، يا اما انا يا اما هي، واش هادي غتعيش معانا، اللهم نعطيوها شهاده السكنه احسن ما تبقى غاديه جايه كيفاش. صافي انا يعني ما ديت ما جبت، قلت راه صافي راه اقتنع بالهضره ديالي وما بغاش المشاكل. المهم كانوا كيهضروا مع بعضياتهم وما كانش انا كتجيني يعني شي حاجه غريبه، كانت تجيني عادي. ولكن السيد ولا مبدل بزاف، ولا فيما كيحس بلي سناء غتجي عندي كيبدا يتهلا في راسو، وكان كيضحك معاها اكثر من اللازم. ولا مشات كيبقى غير ساكت وساهي. واحد النهار لقيتو كيهضر في التليفون، غير شافني وهو يحطو داغا، بدا كيتفتف وقلت ليه مع من كنتي كتهضر؟ قال لي راه مع صاحبي. انا كنت نيه وتيقته. واحد النهار كنا معروضين العرس ديال بنت عمتي، وانا نقول لسناء باش تمشي معانا. كنت متاكده بانها ما غتبغيش تمشي، حيت انا عارفاها مزيان ما عندهاش مع العراس والصداع وداك الشيء. ولكن السيده قالت لي ضروري غنمشي معاك اكيد. انا المهم ما ديت ما جبت. ملي وصلنا لقيت العائله ديالي تما مجموعين، بقيت كنهضر معاهم شويه وانا نشوف سناء واقفه مع راجلي فواحد الركينه وجالسين كيضحكوا بواحد الطريقه اللي كاع ما كتعجب. قربت منهم شويه وهما يبدلوا الهضره في مره. انا بدا كيدخلني الشك، قلت لهم اش كديروا هنا؟ قالت لي يا سناء راه غير كنت كنسولو على شي حاجه في الخدمه، بحكم اننا يعني تقريبا في نفس الدومين. انا واخا هكاك كاع ما تيقت، واول مره غير تدخلني الشك من جهه صاحبتي. وملي رجعنا للدار وجينا نعسو، السيد عطاني بالظهر. قلت يمكن راه حيت عيا وصداع ديال العرس، ولكن هادشي غيولي يتكرر بزاف. واحد النهار غادي توصلني واحد الميساج من واحد النمره اللي ما كنعرفهاش، مكتوب فيها راك كتيقي بزاف. انا قلت غير شي واحد هذا كيتفلى، شديت هذيك الساعه وبلوكيت هذيك النمره. واحد النهار راجلي قال لي راه عنده اجتماع،
وراه غادي يتعطل بزاف. صافي قلت لي تا انا ديني لدارنا ومن تكون راجع اجي طرقني. هذيك الليله كانت الحراره بزاف وولدي بقى غير تيبكي. ماما قالت لي يلا نخرجوا، راه يمكن قنط وراه الصهد عليه مسيكن. صافي خرجت انا وياها وبان لينا واحد المحل كيبيع شي حويجات. دخلنا انا وياها وملي كنا خارجين بانت ليا الطوموبيل ديال راجلي. تما بقيت غير مستغربه وكنتعجب، حيت قال ليا بلي راه باقي في الاجتماع وبلي راه باقي معطل. تما قلت للوالده ديالي بلي راني نسيت شي دواء وغنمشي نشوف شي صيدليه د الحراسه، ما غاديش نتعطل. صافي قالت لي ماما عندك تعطلي راه هذا الليل. قلت لها ما تخافيش. شويه وي ركب راجلي في الطوموبيل وانا نشد واحد طاكسي وتبعته. واحد شويه هو يوقف حدا واحد القهوه، نزل من الطوموبيل ومن بعد نزلت سناء من الطاكسي وطلعت معاه. ما نكذبش عليكم، في هذيك اللحظه حسيت الارض تهزت تحت رجلي. بقيت غير كنشوف من بعيد ودموعي نازلين بلا ما نحس. ما بغيتش نصدق هذاك الشيء اللي شافته عينيا، وانا كنقول بخاطري تالي غتبقى عينيا، راه كل شيء باين وواضح. جلسوا حدا بعضياتهم وكانوا مقاربين بزاف كيهضروا وكيضحكوا. تما عرفت بانني تغدرت من صاحبتي اللي كنت كنبغيها بزاف. رجعت للدار وانا عيانه. والدة شافتني بحال هكا قالت لي مالك؟ قلت لها ماما راه مع التسخسيخ ديال الطاكسيات ومع الحراره راه غنرتاح شويه وغنجي لاباس. بقيت كنتسناه الليل كامل انه يجي، ساعه كاع ما جا. صونيت عليه في الصباح وقلت ليه علاش ما جيتيش؟ قال لي راه حيت كنت عيان بزاف ما قدرتش نطرقك. صافي دزت لدار نيشان، صافي شدي طاكسي واجي. تما تاكدت باللي العقل والقلب داتو صحيبتي، ولكن قررت انني نولي نحظيه. وليت نراقبو بلا ما يحس بيا، وحتى باش نقول ليه بانني حصلته ونواجهو بهداك الشيء كاع ما درتها. دازت ايام وشديت واحد النهار التليفون ديالو وبديت كنقلب فيه. عرفتي شحال لقيت ديال الرسائل بيناتهم، الحب والعشق والغرام، شي هضره اللي ما بقاش كيقولها ليا. تما عرفت بان السيد كيخونني ديال بصح. السيد ولاو يوصلوه رسائل كتار وكتار، وكان فين ما كتوصلو شي رساله كنسكرينيها ونصيفطها لتليفوني باش ما يحسش بيا. ما كنت مبينه ليه والو، داكشي علاش كان تايق بيا وكيقولها ديما كتقلبش التليفون، اذا راه عمرها ما غادي تقلبو. ولكن كنت دايما كنقول علاش صاحبتي درتي معايا هادشي وانتي كنتي كتعرفي كاع الاسرار ديالي، وكنت كنقولك بلي راه كنت كنبغي راجلي بزاف، ومع داكشي اختارتي انك ومع من مع راجلي اللي كان كيكرهك. وانا كنت دايما كندافع عليك كالحمقى كيف الهبيله. ساعه دخلت لفعل داري وما سمعتش لهضره الناس. السيده قطعت رجليها من عندي، ما بقاتش هذيك خيطي وبيطي. حتى التليفون ما بقاش كتهضر معايا بزاف، كتخلي ليا واحد الميساج مره. واحد النهار وانا نعيط عليها وقلت لها فين عاطيه الراش؟ حتى كاع ما بقيتي كتجي، ما بقيتي تسولي. قالت لي راه مع الخدمه. وانا نقول لها في خاطري ياك الخدمه دايما كانت عندك يا الكذابه. عرفتي ما كرهتش انني نقول لها كاع داكشي اللي عارفاه، ولكن تما شي حاجه شدتني وبقيت غير ساكته. في العشيه جا قال لي شوفي جمعي لي الشنطه ديالي. قلت لي هي هذه شي تصافيره، هي غدينا نفوجو. قال لي لا،
رانا غنمشي غير بوحدي، راه عندي شي خدمه واحد الايامات وما غنتعطلش غنرجع. قلت ليه ايوا ودينا معاك، راه قنطنا انا وولدي. قال لي لا لا تنرجع. راني ما قلت لك كما قلت لك راه ما غاديش تعطل، واصلا غنكون مشغول يعني ما غاديش نلقى لكم الوقت باش تدوروا. صافي انا ما كنتش من العاكزين، جمعت ليه الشنطه وجمعت حتى شنطتي، ديت ولدي لعند ماما وقررت انني نتبعو. شديت اندرايف وتبعته. شويه هو يوقف في واحد السطاسيون، كان تما كتسناه سناء. ركبت معاه وشدوا الطريق وتانا شديتها معاهم. ملي وصلنا شدو هما واحد لوطيل وتا انا شديتو معاهم. هادشي كامل كاع ما شافني. عرفتو شنو درت؟ مشيت درت كما كيقولوا النقاب ولا الخمار، المهم غطيت وجهي باش ما يعرفنيش لا هو ولا ديك اللفعه ديال سناء. هزيت التليفون وصونيت عليه، قلت ليه ايوا فينك وكدير مع الخدمه، كيفاش وصلتي؟ قال لي شنقول لك، راني غارق في الخدمه، راه من جيت ما حكيت راسي. شويه وانا نصوني عليها حتى هي، قلت لها فينك صاحبتي ما تجيش عندي هاد العشيه؟ قالت لي فين غنجي؟ قلت لي راني غارقه خدمه وبالاخص اليوم. السيد والسيده كانوا جالسين لتحت كيفطروا وما كاين غير الضحك والتكركير، والعجيب انني كنت جالسه حداهم. السيد داخل وبيا خارجين، وديك الكذبه ديال بانني غنمشي نخدم ما كاين منها والو، ما كاين لا خدمه لا جوج. الوالده صونت عليا وقالت لي راه ولدك راه كيبكي عليك بزاف. انا ما قلت ليهاش بانني راه غنمشي لشي بلاصه، قلت لها راه غير عندي الشغل في الدار وراه نخلي عندك شي ايامات. صافي قررت انني نرجع بحالاتي حيت ما كاين ما يتشاف وما يعجب. مشيت وجلست عند ماما، قلت خليه حتى يسالي على خاطرو ويرجع. هاد المده كامله السيد كاع ما عيط عليا. ايوا السيد مشغول، ولكن انا كاع ما حاشيت عليه، انا عمري عيطت عليه. مشيت ديتها في راسي وفي ولدي، كنت كنخرج ولدي ولعب انا وياه، ومشيت شريت ليا انا حويجات وتهليت في راسي. المهم عشت الحياه. واحد النهار تصونا ليا، قال لي راني جيت وما لقيتكش في الدار. قلت لي شوف انا راه عند الوالده، راه تنسالي وغادي نمشي. تما بقى يغوت وبقى يقول لي واش انتي مرا ولا شنو، واش انا مش شحال هادي وانا غابر على الدار في الاخر نجي وما نلقاكش. تما بقيت كنقول في خاطري ياك العفريت انت زاهي ومخليني انا وولدك وزيدها بالغوات من الفوق. صافي تما قطعت عليه التليفون. شويه وانا سمعت دقان في الباب، ماما ناضت حلات، غير حلت الباب وهو يبدا يغوت. وقلت لي بعدا قول غير السلام وهادي. قالهاش من سلام، شوفي بنتك اللي مخلياني، شو الدار مخليها مجرتلها ما بغاش ترجع، شاد الحاله هادي وكان عليا نجي نلقاها في الدار جالسه مقاده موجده ليا ما ناكل. تما ماما بقات تغوت عليا وقالت لي راه عنده الحق بنتي. وتما وانا نفاجر يا البنات كاع ما قدرت نصبر وانا نواجهو هذاك الشيء كامل اللي كنعرف عليه. وريتو التصاور وريتو الرسائل، بغا ينكر ولكن الدليل كان واضح. ماما بقات كتغوت عليا وكتقول لي اش هادشي كتقولي؟ قلت لها ماما ها انتي شوفي شافت بعيني هذاك الشيء كاع ما تيقت. قالت لي واش هادي سناء صاحبتك، هادي اللي زعما كنتي وياها اكثر من الخواتات؟ هي الصحابات. داك الشيء يا بنتي لاش انا كنت كنبهك منهم
تما راجلي بقى غير كيشوف، قال لي شوفي راه قلت لك في الاول ما تدخليهاش للدار، ولكن انتي ما سمعتيش ليا. السيده بقات كتلوى عليا وبالهضره الزوينه وكلام المعسول، صافي وانا نطيح وما عرفتش راسي كيفاش، وما عرفتش كيفاش حتى تبعتها. وبدا كيعاود ليا على هاد الايامات اللي كان معاها. قال لي بلي السيده كانت كتبغي تدخل عنده البيت وكانت كتبغي دير معاه شي علاقه، ولكن قال لي انا راه كنت كنجري عليها وكنقول لها بلي انا ما يمكنش ندير شي علاقه في الحرام، واخا هادشي اللي بيناتنا ولكن ما توصلش لهاد الحد، وباللي كانت كتعاود عليك بزاف ديال الحوايج خايبين انت والعائله ديالك. كانت كتقول لي بانكم ناس ما مزيانينش، وباللي انت كنتي كتعرفي بزاف ديال الرجاله قبل مني. هادشي انا اللي دارني في خاطري، وهي كانت كتعرف تهضر وتسايس معايا، حتى انني بديت كنتقرب ليها بزاف. هاد السيده راه بحال اللي كانت دايره ليا السحر. بديت كنقول ليه واش هادشي كانت كتقولوا عليا انا؟ قلت ليه تما غترجع بيا الذاكره اللور بواحد 20 عام، وبديت كنتفكر اياماتي انا وياها وكيفاش كنا متحابين، وسرها هو سري. كانت كتعاود ليا كلشي وتا كنت كنعاود ليها كلشي، وانا كنت كنلك كي الحمقى كي الهبيله غير ثقه. شويه هو جبت ليا واحد الميساج يلا صيفطاتو ليه، كتقول فيه واش مشيتي عند ديك الهبيله الحمقى، مشيتي عند ديك الخيبه، ايوا امتى غنتلاقاو؟ عرفتي من شفت هذاك الميساج دارت بيا الدنيا وحسيت بالخطر. ولات كتبان ليا عزكم الله بحال شي زبل وصافي. تا ماما ملي شافت داك الشي كاع ما قدرت تسيق، كتقول لي واش هادي صاحبتك سناء ولا واحده اخرى؟ الحقيقه اذتني بزاف، والاذى من كيجيك من شي واحد قريب كيكون ثمن قاصح بزاف. تما بقى كيقول لي عافاك سمحي لي، هادشي راه درتو ماشي بخاطري، وكما قلت لك راني كنت كنحس بحال مديور ليا شي سحر. انتي كتعرفيني مزيان وكتعرفي باننا تزوجنا عن حب، وانا لحد الان باقي كنبغيك كما كنت. هادي راه غير نزوه وصافي. وتنتي كان عندك واحد يعني في هاد الشي كامل، ملي كنت كنقول لك هاد صاحبتك راه ما مزياناش وهادي كنتي كتقولي لا وهادي وكتبقاي تدافعي عليها وكنتي كتعطي وقتك كامل ليها، هذيك الساعه نسيتيني ونسيتي حتى ولدك. كانت هي محور الاهتمام ديالك، وهادشي كنتي كديريه بلا ما تحسي. وكنتمنى انك تسمحي ليا وتغفري لي هاد الذنب اللي درت. قلت لي شوف دابا انا راسي دارني بزاف وهادشي راه يعني فات الحد وما قدرش انني نستوعبه، سير عافاك. قال لي واش ما غتمشيش معايا؟ قلت لي شوف خليني نتكالما شويه ويكون خير. المهم دخلت لبيتي وبقيت كنفكر في داك الشيء كامل اللي كان كيقول لي، ولقيت بانني انا كان عندي دور في هاد الخيانه ديال الزوج ديالي. واخا الخيانه ما كيبررها حتى شي حاجه، ولكن انا عطيت فرصه لهاد سناء باش تدخل في حياتي وتحاول انها تدمرها ليا. من بعد واحد الاسبوع رجعت للدار ديالي، شحال فرح وقال لي عافاك سمحي ليا وهادي. قلت لي شوف هادي اخر مره اللي غنسمح لك فيها. مهم السيده بقات كتصل بالزوج ديالي، هو دائما كيوريني الاتصالات ديالها، ما كان كيخبي عليا حتى شي حاجه، وحتى الميساجات ديالها كان دائما كتقول لي مالك وعلاش قطعتي وهادي. واحد النهار يا البنات جات عندي حتى للدار كدق بلا حياء بلا حشمه، وجهها مقصدر. قالت لي فين هو راجلك؟ قلت لها
علاش كتسولي عليه؟ قالت لي لا لا راه بغيتو فشي حاجه. تما وانا نفاجر عليها، قلت لها ياك الفيعه، ياك صاحبتي، هذه هي الثقه اللي كنت دايره فيك وما كنتش كنظن انه يخرج منك هذا الشيء كامل. تما قالت لي ايوا شنو بغيتي ندير لك، صحابكم نكرت؟ بالعكس. قالت لي ايوا انت اللي سامحه في راجلك وهادي، ايوا واش بغيتي ندير؟ جيت انا وعجبو داكشي اللي فيا، اما انت ما بقى فيك ما يعجب. تما هو يخرج ليها قال لها شوفي السيده راه احسن منك ب1000 درجه، انتيا واحد الانسان اللي لحمك رخيص. وقال لها دابا غتخرجي من الدار وعاد راه كيزلافسك وعمري ما نبقى نشوفك. انا من هذيك النهار ما بقيت كنشوف فيها وعمري شفتها. تعلمت البنات بانني مابقاش ندير الثقه ابدا في الصحابات، وهذيك الثقه الزايده راه غير عميان. وهنا كتنتهي القصه ديالنا. الا كنت وصلتوا حتى لهنا كنتمنى انكم تشتركوا في القناه، تخليو لنا واحد الكومونتير زوين بحالكم، وما تنساوش بان بعض القصص لا تنسى.